مساء الفل عليكم، مساء الحلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم زي العسل ان شاء الله يا حبايبي. بص يلا تعالى نعمل ايه شيز كيك، بس بطريقة باردة من اللي بتحط في الفريزر وبتاكليها، عاملة زي ما تكون جيلاتي كده، ايس كريم، حاجة ساقعة كده بتطري على القلب صحيح في ايام الصيف اللي احنا فيه ده. ماشي، في ايام الحر دي هنعمل ايه؟ جبنا دلوقتي كوبايتين من اللبن، حطينا كوبايه معلقه كريم شانتيه، معلقتين نشا، معلقه دقيق. ماشي يا حبايبي، هنعمل بوتن. ماشي، هنقوم مقلبين قوي، ومعلقه اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ده آه كاكاو خام. ماشي، يبقى معلقه كريم شانتيه، معلقه كاكاو خام، معلقه دقيق، معلقتين نشا. ماشي، هناخدهم يلا على النار، هنقلب كويس بره وبعدين ناخدهم على النار. وحطينا كمان سكر، حطينا نص كوب سكر. لو عاوزين تكتروا اكتر من السكر نحط كوبايه بحالها سكر، لو عاوزينه مسكر شويه. انا ما عملتهم يعني معتدل، بس لو عاوز بتحبوهم حاجه مسكره اعملوها زي ما بقول لكم كده، حطوا كوبايه بحالها من ايه، من من السكر، عشان هو الكاكاو الخام مبقاش مسكر. ماشي، عشان يعادل معاكم السكر شويه. ماشي يا حبايبي، اول ما بقى عملته بقى وبرد طلعته، ما شفتوني كده، شلته من على النار وبرد بقى، وقمت حاطاه بره، وقمت ضرباه ايه، اول ما برد ضربته بايه، بالمضرب كويس جدا، نعمته. وبعدين سبته بقى، حطيت عليه كريمه، حبه كريم شانتيه مخفوقين. ماشي، يجي معلقتين. وسبتهم بقى ايه، خطيت وشه بالورق الحراري، بورقه قصدي بورقه بلاستيك، وقمت حطاه في التلاجة يمسك نفسه شويه. ديت بقول لكم دي عباره عن ايه، دي كيكه يعني كانت فرولت عندي، فقمت مستعملها زي ما انتم شايفين، دي كيكه مش بسكوت. ماشي يا حبايبي، حطيت عليها معلقتين قرفه، بعرفكم ان انا حاطه عليها معلقتين قرفه. ماشي، جبنا السكر بقى هنحطها على النار قبل ما اعمل المهلبيه زي ما انا وريتكم في الاول. اول ما لقيته بقى قام ضرب كده يعني ما بجيش جنبه بالمعلقه، اول ما عمل شويه حطيت معلقه عسل زي ما انتم شايفين. ماشي يا حبايبي، هنجيب بقى معلقه الكراميل عسل. بعد ما دوبناه كويس خالص كده. دي معلقه، انا ما كانش عندي زبده فقمت حطيت معلقه سمنه فلاحي. لو انتوا ما عندكوش اصلا حاجه خالص مش مهم، هي اصلا طريقه الكراميل دي ممكن تستغنى عنها بايه، بالشوكولاته اللي انا هحطها دلوقتي. بصوا بقى، ديت حوالي معلقه، كوبايه من السكر، كوبايه من الصغيره بتاعه الشاي دي من السكر، قدامها كوبايه ميه، سكر، كوبايه ميه. ماشي يا حبايبي، لو انتوا عاوزين عايروه، انا عملت بالطريقه ديت، بس انا عارفه هو دي كوبايه وقصادها كوبايه تانية. ماشي يا حبايبي، باخدها بالنظر بس طلعت جميله بصراحه. لو انتوا عاوزين تعايروه، هو كوبايه قصادها كوبايه. اول بقى عاوزها طولة بال شويه، او لغايه ما يدوب بالميه، وبعد كده بنقوم حاطين الشوكولاته. مش عارفه الحته دي راحت فين، بس اكيد هتيجي يعني. اي يا حبايبي، اول ما دوبتها شويه قمت انا حطيت بقى الشوكولاته دي زي ما انتوا شايفين كده. جبت الشوكولاته ديت شوكولاته خام من هي بيضه، من عند العطار اللي هي سما، او شوكولاته تريم، هي شوكولاته تريم جميله برضك. حطيت باكوب حلو من الشوكولاته على الكميه دي. ماشي يا حبايبي، تاني واقول تاني، حطينا كمان معلقه رشه ملح خفيفه جدا، عشان تعادل بس السكر اللي هي بيبقى فيه. هندوب بس على حاجات بسيطه بس لغايه ما الشوكولاته تنعم معانا، وهنشيلها بره النار وندوب كمان. معلقه العسل دي ضروريه بردك عشان هي ما يسكرش معاكي. لو عندك سكر كلوكوز، عسل كلوكوز حطي بردك، ما عندكيش حطي عسل عادي. ماشي، يلا نعمل الشانتيه بقى. كريم الشانتيه دي كريم شانتيه خام، مش من اللي بكاوي. حطيت عليه السكر، كوبايه سكر وكوبايه كريم شانتيه، قصدي كوبايه ايوه تعتبر خام يعني. ماشي يا حبايبي، كريم شانتيه خام. بصراحه الكريم مش طلع مش حلو. حطيت حبه لبن زي ما انتوا شايفيني كده، عشان بس تعمل النكهه شويه.
ده اللي انا عملته، اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا عملته اسمه اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، الكراميل اللي انا كنت عاملاه. شوفوا جميل ازاي. حطيت عليها عشان اطعم الكريمه شويه. بصراحه الكريمه دي طلعت فاشله يعني، نوعها مش من نوع نضيف. ضربتها فتره طويله ما مسكتش، ودي مش مهم يعني لان هحط فيه جيلاتينه. ماشي يا حبايبي، بس اتاكدوا من الكريمه ان هي كويسه، لان في انواع كريمه في السوق. كريم كريم خام بيبقى خير جيد جدا وبيبقى فاشل يعني. ماشي يا حبايبي. المهم اللي انا يعني هحاول اربطه بشيلادينا. دي جيلاتينا انا توبتها بحبه ميه بارتين، لما مسكت زي ما انتم شايفين كده بقت عامله زي العجينه. وقمت حاطين عليها فانيليا دي بتخلي ريحه اللهم صل وسلم على الجيلاتينا، بيبقى ريحتها حلوه قوي. معلقه الفانيليا دي جربوها فيها حلوه. بصوا بقى الصوص بعد ما خلص بقى الكريم شانتي ال اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بعد ما دوبنا بقى السكر وخلاص وبرد، وقمنا ضربينه شويه في المضرب البيت، قام طلع جميل زي ما انتوا شايفين، كراميل يعني، طعمه جميل قوي قوي وهتحبوه طريقه قوي. بصراحه كان طعمه فوق الخيال يعني، من طعمته ما اقولكوش. جربوه هتحبوه قوي الكريم شانتي ده. قصدي طريقه الكريم كراميل. ماشي يا حبايبي. جبنا هنا البتاع اللي احنا كنا طاربينه وطحنينه في الكبه زي ما قلت لكم، الكيكه. وقمت حطيت عليها معلقه من الكاكاو الخام، ومعلقه من الكاكاو اللي هو محلى. ماشي يا حبايب قلبي. وقمنا حطينا زي ما انتم شايفين كده في قلب البتاع اللي احنا هنعمل فيها الصينيه، اللي احنا هنعمل فيها الطبقات. اول حاجه هنحط طبقه وبعدين نحط اللبن كده عشان نحاول نمسكه ببعض. لو عندكم شربات ومستغنيين عن اللبن ما تحطوش شربات، ما تحطوش لبن، حطوا شربات. حطينا اول طبقه من الكريمه اللي هي البوتن، وبعد كده حطيت الكريمه اللي انا وريتها لكم انا طلبتها، وبعد كده لخبطت حبه كريمه مع اسمه ايه يا حبايبي. وقمت مدوبه بقى مع كريم شويه، كريم شانتيه مع الكريم كراميل. وقمت حاطاه بقى زي ما انتم شايفين كده، وحطها عليها من فوق، رش عليها شوكولاته مبشوره. فكيتها كده من بعضها بقى عشان اوريها لكم من الجناب. فكيت الطبقه من فوق، بعدين رجعت فكيت الطبقه اللي هي اساسيه، اللي هي ده كان عندي من كيكه مركونه عندي، فاستغليته يعني المشمع ده. انا مش عارفه هما بيسموه ايه بصراحه في الحلويات، بس بيبقى جميل قوي، بيخلي الطبقه من ناعمه جدا من الجناب. بصوا بقى جميل ازاي، بتطلعي القطعه بقطعتها كده. شوفوا طبقه 3 طبقات جميله جدا. شوفوا ماسكه في نفسها ازاي، جميله جدا جميله. قعدتها يوم بحاله في الفريزر فطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لاول مره تشوفوني، يعني اسمي هند طلعت من ست الدار. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك والمتابعه. ماشي يا حبايبي. وكلمه حلوه كده في التعليقات. الله يكرمكم، وشكرا جدا لكل اللي بيقول لي كلمه حلوه في التعليقات. متشكره جدا عليكم، متشكره جدا لكم يا حبايبي. الله يكرمكم يا رب، ويحقق لكم كل اللي تتمنوه يا حبايبي. بصوا بقى انا عملت هنا كمان في الكاسات نفس الطبقات اللي كنت عاملاها هنا في قلب بتاع دي، عملتها كمان في الكاسات. بوريكم قد ايه ناعمه. شوفوا ناعمه ازاي، جميله جدا. وحتى بتاع الكاسات دي حلوه قوي قوي بطريقه حلوه. مع الف سلامه يا حبايبي.